السلام عليكم، يا مرحبا ومسهلا بالجميع وحياكم الله. كيف نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وشلون أحصل الآثار القوية والآثار العظيمة وثمار الصلاة على النبي؟ كيف أصلي على النبي؟ الصلاة على النبي عظيمة ولها آثار عظيمة كما لا يخفى، وكما قال أبي بن كعب في آخر الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك دعائي كله، وأنا أقول اللهم صل على محمد. ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني تكفى همك يعني جميع همومك، وذنبك يعني جميع ذنوبك. تكفى همك ويغفر ذنبك. طيب كيف أصلي على النبي؟ أكثر الناس يصلي على النبي، كل الناس المسلمين يصلون على النبي. كيف الصلاة على النبي يعني اللي تعتبر كاملة؟ الصلاة على النبي تعتبر دعاء. أنت إذا جيت تدعو لنفسك وش بتقول؟ اللهم اغفر لي، ولا اللهم اغفر لي، 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 اللهم ارحمني ارحم؟ ولا بتقول اللهم اغفر لي؟ تدعو نفسك برزق: اللهم ارزقني، اللهم يسر لي الشغلة الفلانية، اللهم بارك لي فيها. تدعو من قلب، صح؟ الصلاة على النبي أولى، من باب أولى أنك تدعو من قلب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لأنك تدعو الآن للنبي، تطلب الثناء: اللهم صل، اللهم أثني على محمد، اللهم ارفع درجته، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا جيت تصلي على النبي، أفضل صيغة اللي هي الصيغة الإبراهيمية اللي ذكرناها الحين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصيغة الإبراهيمية. وأفضل الطريقة أنك تدعو كأنك تدعو لنفسك، بل أعظم، يعني تقولها من قلب، تقولها بحضور قلب، تقولها بتدبر، بتعظيم، بطلب أن الله يقبلها. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، دعاء. وتقولها بتلذذ وبتعظيم، وتتعوذ من الشيطان. لأن بعض الناس إذا جاء يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية يثقلها عليه ويحاول متى يخلص، لأن الشيطان يعلم أنها أيضا قوية، لأنك تحصل على كفاية الهم. فمن كفاية الهم أيضا طرد الشيطان عنك، وطرد الأمراض عنك، وطرد المس، وطرد كل أذى. فعشان كذا يثقل الشيطان الصلاة الإبراهيمية، لأنها دعاء وتحصل على آثارها العظيمة من كفاية الهم وغفران الذنوب.